ناس كتير قوي بتكتب لي في التعليقات وتقول لي ليه دايما يا مروة القصص والحكايات بتاعتك مليانة قهر وظلم للزوجة، وليه دايما عندكم في مصر الحما بتتحكم في مرات ابنها. للأسف يا جماعة الوضع مش في مصر وبس، الوضع ده كان منتشر جدا زمان قوي، ولحد دلوقتي لسه في بيوت عيلة ولسه في أمهات بتتحكم في ولادها، ثقافة ورثوها وماشيين عليها. هو الدليل إن محكمة الأسرة مليانة مشاكل طلاق ومن أول سنة كمان، طبعا بجانب المشاكل الزوجية التانية زي الخيانة والبخل. والخيانة على فكرة من الطرفين، سواء الزوج أو الزوجة، مش هنجامل بعض ونقول إن الستات ملايكة، برضو جوزك بيخونك مع واحدة متجوزة. علشان كده قررت إن قناتي تكون مختلفة حبتين، وبلاها رومانسي وبلاها شغل عيال. هنتكلم في مشاكل حصلت بالفعل، حكايات حصلت قدامنا، طبعا مع تغيير الأحداث والأسماء والنهاية كمان. احنا بنحب نعمل لكم نهاية سعيدة ونعرفكم ان الست او الراجل اخد حقه، لكن للأسف الواقع ان في ناس كتير قوي بتعيش وتموت ونهايتها مفتوحة من غير حتى ما تاخد حقها. انما احنا بقى بنحب نبين لكم ان الدنيا وردي ونديكم امل في الحياة. أما النهاردة حكاية من نوع جديد، حكاية الأخ اللي طمع في إخواته علشان بس قدم لهم جميل. وطبعا مادام الأخ طمع في إخواته يبقى فتش عن المرأة. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حكاية من نوع جديد بقلم المبدعة هدير محمد. في بيت كبير قوي في صعيد مصر كانت عايشة الحاجة حسنات وعيالها الثلاثة، محمود ابنها الكبير ومحمد وإبراهيم توأم. محمد وإبراهيم كانوا أصغر من محمود يجي ب20 سنة، وعلشان كده كانوا بيعتبروا محمود هو أبوهم وهو اللي مربيهم. محمد وإبراهيم اتجوزوا في يوم واحد، واتجوزوا مين؟ دعاء ونهلة، بنتين اصحاب من أولى ابتدائي وجيران. والنهاردة أول يوم نزول للعرايس بعد أسبوعين عسل. يا مرحب يا مرحب يا مرحب بيكم يا عرايس ولادي، نورتوا الدار، خلاص البيت بقى بيتكم من النهاردة، هناكلوا وهنشرب مع بعض. أظن إنيكم فضلتوا في شقتكم سبوعين ورا بعض عسل. يلا يا حبايب بإذن الله اتنوروا داري وتملوها خير وعيال أولاد وبنات بإذن الله. أيوة يا حماتي احنا دلعناهم على الآخر ودلع البنت ماسخ. بقول لكم ايه، اني شايله الحمل بقال اكتر من 20 سنة هنا، ودلوقت اني الاوان ان يجي معايا حد يشيل معايا الهم. ايوه يا بنات اسمعوا كلام سلفتكم الكبيرة، الست رجية هي سلفتكم الكبيرة، اكبر منكم بكتير في السن، وولادها ما شاء الله من سنكم كده. واه يا حماتي قصدك ايه يعني اني عجوزة ولا ايه؟ طب داني يا دوبك أكبر من كل واحدة فيهم ب2 3، هم بنات الجامعة بيتجوزوا بدري زي بردك. طب دول الواحدة فيهم بتخش الجامعة تطلع كاسرة 30، إنما أني متجوز ابنك وأنا عندي يا دوبك 12 سنة كده. يا بنتي يا رجية لساكي يا هبلة بتغاري من الحريم الحلوة. يا بنت أنا ما قصديش، أنا قصدي إنك أكبر منيهم بيوم، تعرفي عنيهم بسنة، وهم بردك متربيين في المدينة والبندر ما يعرفوش عاداتنا ولا تقاليدنا. طب ده نص الوكل اللي احنا بنطبخوه هم ما يعرفوش يعملوه. دعاء ونهلة كانوا بيحبوا بعض جدا، بصوا لبعض وبصت نهلة لرؤية سلفتها الكبيرة وقالت هو والله يا أبلة رؤية حماتي عندها حق، طب ده انت زي القمر، واللي يشوفك كمان يقول ان انت أصغر مننا، بس هي بتقول يعني ان انت اكتر مننا خبرة، وبعدين احنا من ايدك دي لايدك دي، وكل الحاجات الحلوة اللي بتقول عليها حماتي احنا عايزين نتعلمها منك. يلا بقى يا قمر أؤمري واحنا معاكي، ولا ايه يا بنت يا نهلة مش برضو موافقاني على الكلام؟ طبعا يا دعاء والله العظيم دي ماما رؤية زي القمر، دي حتى اصغر مننا. واه 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 اقفلي خشمك عاد،
بقى يوم ما تتحدتي ولا تفتحي خشمك تقولي ماما أمك إيه عاد، هواني بردك من دور أمك؟ لا شايفاني ماسكة عكاز وبتسند على الحيط ولا لابسة نضارة؟ بقول لك إيه يا بنت البندر انت وهي، أني أصغر منيكو وأحلى منيكو وأبويا أحسن من أبهاتكم كمان. هي خبر أبيض يا أبلة رؤية، هو أنت زعلتي ولا إيه؟ ده احنا بنهزر معاكي. عموما يا ستي حقك علينا، يلا بقى شوفي انت عايزة إيه هو احنا نعمله في فنتو ثانية. بقول لك إيه يا بنت انت وهي، كلام إنجليزي معوزاش وطولة لسان واستظراف، أني جد وما يعجبنيش إلا الكلام الجد، فاهمة ولا لا؟ يلا يا حماتي ميعاد الدواء بتاعك والحقنة اللي هتهدي أعصابك جد. يلا يا حبيبتي ادخلي نامي في فرشتك وارتاحي، وسيبي لي أنا البنت دول هعلمهم الصح وعلمهم كمان الأصول والكلام مع اللي أكبر منيهم. خلاص يا بنات ما تزعلونيش منيكوا عاد، اسمعوا كلام رقية كويس، زي ما قلت لكم هي شاطرة وخابرة شغل البيت زين، وكل اللي تقول عليه كل احفظوه صم وتنفذوه بالحرف الواحد. يلا بالإذناني عشان معاد دوايا جه، وزي ما انتوا شايفين أنا لا بقدر أشيل إيد ولا بقدر أشيل رجل. سنديني يا رقية يا بنتي، سنديني الله لا يسيئك، عقبال يا رب ما اشوف ولادك يا نهلة انت ودعاء. كيف ولاد رقية؟ رقية دخلت حماتها الأوضة ونيمتها وطلعت لدعاء ونهلة اللي لسه قاعدين بيتكلموا. رقية حطت ايدها في وسطها وقالت قلتولي بقى، انا عرفت انكم كنتم اصحاب في المدرسة والجامعة سوا، وقلنا كويس حاكم السلايف الجديدة بيحصل ما بينهم مشاكل كتير، انما انتوا بقى شكلك كده راسين في طاقية زي ما بقولوا. عموما يا حلوين احنا النهاردة لازم نعمل تنظيفة كبيرة قوي للمطبخ. حاكم شغل الدار كان هادد حيلي الفترة اللي فاتت، والفرح والوكل والدربكة دي كنت تاني اللي شايلاها فوق دماغي طول الفترة دي. بقول لكم ايه، انا عايزة المطبخ ده ينزل طبق طبق وكوباية كوباية، تتغسل وتتنشف وترجع مكانها. عايزة المطبخ ده يبقى بربرق كده، وبعديها عندكم فراخ وبسلة وجزر، تعملوا لنا أحلى غدا من يدكم، واني هقعد أشرب القهوة بتاعتي برا في المنظرة. ايه ده يا أبلة رؤية؟ طب ما احنا ننظف المطبخ وانت تطبخي وهو كده نبقى كسبنا وقت، ده احنا المطبخ كبير قوي ما شاء الله، يعني احنا معنى كده ممكن نفضل ننظف فيه اللي بعد المغرب كمان. بقول لكم ايه، لا بعد المغرب لا بعد العشاء، ان شاء الله حتى بعد الفجر، اللي انا اقوله يتنفذ. ولعلمك يا حلوة انت وهي، المطبخ ده ما ياخدش في يدي ساعتين 3، انما انتوا بقى اللي رغايين ورطاطين وعايزين تفضلوا تحكوا، وكل واحدة فيكم تبص في المحمول بتاعها. لا ده انتوا تسلموا تلفوناتكم برا وتقعدوا كل واحدة فيكم حاطة سكرة في حنكها وقافلة خشمها وعينها ويدها في شغل الدار وبس. ايه ده يا أبلة رؤية؟ هو احنا في السجن ولا احنا في الجيش؟ عموما يلا يا دعاء ربنا يعيننا، مش عايزين يا اختي نعمل مشاكل في اول يوم، واضح كده ان الايام اللي جايه مخبيالنا كتير قوي. وبالفعل رؤية عملت القهوة بتاعتها وخدتها وطلعت قعدت في المنظرة الكبيرة وهي مبسوطة قوي وحاسة انها بدأت تنتصر عليهم. اما دعاء ونهلة ففضلوا ينظفوا في المطبخ الكبير قوي اللي شكله كده بقاله سنين ما تنظفش ولا حد حط ايده فيه. وفجأة بينزل محمود الاخ الكبير من فوق وهو بيقول لمراته رؤية، ايه يا رجية اني ماشي رايح الشغل عاد، هما الولاد محمد وابراهيم لساهم نايمين بردك، والله ما عارف اعمل فيهم ايه. انا قلت خلاص اتجوزوا وكل واحد فيهم هينزل يشيل المسؤولية، هي انما بردك متدلعين وشايفين ان انا اللي اشيل الحمل الكبير. هو انت لساك فاكر يا محمود؟ عيب عليك، من ياما قلت لك اخواتك مستغلين طيبتك وحنيتك عليهم، واكلين شقاك وعرقك وتعبك وحق عيالك. المال ده كله اولى بيه عيالك، مش اولى بيه البنات المدلعة اللي مرمية جوه دي. شوف كل واحد فيهم جاب قد ايه دهب لمرته
ولا فرش، وكل ده من شجاك وتعبك وعرجك. تاني يا رجية هتتكلم في نفس الحديد ده تاني؟ ماني قلتلك اخواتي ليهم في الورث والأراضي زي تمام، وكل واحد بياخد حقه. وبعدين هو انت شقتك ناقصها حاجة؟ والله شقتي دي معمولة من 20 سنة، من أيام النجلة والسحتوت، لولاش بس أنا اللي فضحت الدنيا وخليتك تجيب لي فرش زي فرشهم وكأني عروسة جديدة معاهم. إنما برضك أنا لسه ما خدتش حقي، هاني بخدم أمك وبربي إخواتك بقالي 20 سنة. أنا ابني عنده 18 سنة يا راجل، يعني ابني هو اللي أحق إنه يمسك شغلك ويورثك، مش إخواتك المدلعين المتعلمين. مش كفاية إن أمك دخلت محمد وإبراهيم الجامعة، هو أنت يا حسرة قلبي ساقط تالتة ابتدائي؟ بقول لك إيه يا رجية، مش كل يوم تسممي بدني بالكلمتين دول وتقولي وتعيدي فيهم. أنا اللي كنت بايظ وفاشل في المدرسة، عشان كده قصرت الطريق على روحي وقلت هشتغل في الأرض، والحمد لله الأرض كيف مديتها ادتني أضعاف. وبعدين ولدي بس يخلص الجامعة ويبقى تحت جناحي وجناح عمامه. بقول لك ايه يا رجية، أنا شايفك كده ما طيقاش روحك، وشايفك كمان ما طيقاش العرايس الجداد. لعلمك هم ملهمش ذنب ان انت متجوزة قبليهم ب20 سنة، ولا ليهم ذنب انهم متعلمين ودخلوا الجامعة وانت لا. بقول لك ايه، أنا ماشي دلوك وهرجع على الغدا، مش عايز مشاكل أبوس يدك. بقول لك ايه يا محمود، ولا مشاكل ولا غيره، اللي انا قلته يتنفذ، واللي انا عايزاه هو اللي لازم يحصل. البيت ده مش مفروض تكون كبيرة امك، لا، انا اللي مفروض اكون الكبيرة. والنهاردة انا خطيت اول خطوة في اللي انا عايزاه، واللي هيقف قصادي همحيه من على وش الدنيا يا محمود. انت فاهم ولا لا؟ حتى لو كنت انت. محمود بيخاف قوي من رؤية، علشان كده بص في عينيها بخوف وسابها ومشي. رؤية كانت بتخطط لحاجة أكبر بكتير قوي من غسيل المطبخ أو شغل البيت. وبعد حوالي 4 ساعات خرج الدعاء ونهلة وهم متبهدلين وحرفيا مش قادرين يقفوا على رجليهم. بقولك ايه يا أبلة رؤية، احنا خلصنا المطبخ وخليناه زي الفل، يا رب بس شغلنا يعجبك. وكمان البت نهلة عملت لك شوية فراخ وبسلة بالجزر، انما ايه تاكلي صوابعك وراهم. بإذن الله الأكل يعجبك. بعد إذنك بقى احنا هنطلع كل واحدة فينا تستحمى وتغير هدومها، علشان لما الولاد يجوا يلاقونا شكلنا حلو. انت ناسية ان احنا عرايس ولا ايه؟ طيب يا حلوين، بما انكم لسه عرايس وطالعين تتسبحوا وتغيروا، عايزة اقول لكم على حاجة. الاحمر والابيض واللبس المحزج اللي بتلبسوه ما ينفعش هنا. كل واحدة فيكم ليها شقة ومطرح تعمل فيه ان شاء الله تقلع ملط، انما هنا البيت له حرمة، تلبسوا جلاليب واسعة زي هدومك ده. ويا ريت كمان كل واحدة فيكم تنزل الطرحة على وشها، لا عايزة اشوف قصة ولا حاجب مرفوع. انتي فاهمة ولا لا؟ وانتي نازلة يا حلوة دهبك تقلعيه فوق عشان ما يتبهدلش من الطبيخ والمسح وشغل الدار، فاهمين ولا لا؟ عادي يعني يا أبلة رؤية، ما الهدوم كتير، وبعدين احنا لبسنا محتشم جدا ومحجبات كمان. وبالنسبة يعني لللبس الشيك، احنا اصلا ما عندناش لبس زي لبسك ده، احنا كل لبسنا لبس يعني عبايات واسعة، حاجات استقبال، فساتين خروج كده يعني. انما الجلابيات السوداء والحاجات المبهوقة قوي اللي انت بتلبسيها دي بصراحة احنا ما ينفعش نلبسها. وهو بجاني هدوم مبهوجة، اما انك جليلة الحياة بصحيح. قصدك تقولي انني متربية وبنت اصول، ما هو ما ينفعش جوزك ولا جوزها يشوفوني وانا محزجة ولا ملزجة زيكم. انما انا في شقتي بلبس الافرانكا، فاهمة يا بنتي ولا لا؟ يلا كل واحدة فيكم تطلع تتسبح عشان تنزلوا بعد الغدا تغسلوا المواعين، وكمان الستاير بتاعة دار الحجة متهببة من ايام الفرح، والدخان بتاع الطبيخ هتخلعوها وتغسلوها كلها الليلة. لازما قبل ما تناموا تبات الستاير على الحبل. هي خبر ابيض، ستاير ايه يا أبلة رؤية؟ ايه اللي انت بتتكلمي فيه ده؟ والله العظيم ما بقيت قادرة اقف على رجليا، ولا انا ولا البت نهلة الغلبانة.
بقولك ايه، سيبي موضوع الستاير ده لبكره، هو بكره العيد ولا ايه؟ لا يا غندورة، زي ما قلت لك كده، احنا كل شهر بيجتمعوا عندنا كبارات العيلة عشان يتكلموا في الأرض والمحصول والبيع والشراء، ولازم الدار تبقى نظيفة وبتبرج من فوقها لتحتيها. شغل المرجعة والدلع والنوم للعصاري خلاص يا حلوة خلص، أيام العسل خلصت، واللي جاية كلاتها جد في جد. دعاء ونهلة بصوا لبعض وما كانش عاجبهم الكلام. هو نهلة حطت ايدها في وسطها بقى وزهقت بصراحة وقالت: بقولك ايه يا أبلة رؤية، أنا تعبت جدا، هو البت الغلبانة دي كمان تعبت. احنا هنطلع نستحمى ونغير وننزل نتغدى ونغسل المواعين ونطلع نرتاح في شقتنا. مفيش غسيل ستاير النهاردة ولا أي حاجة هتتشال من مكانها. وبصراحة ربنا بقى، لو انت فيكي صحة وعايزة تغسلي الستاير اتعلقي على الحيطة ونزليهم واغسليهم براحتك، انما احنا كده خلاص الوردية بتاعتنا خلصت. هي الدنيا اتبنت في يوم ولا ايه؟ ده الدنيا يا شيخة اتبنت في 7 ايام. يلا بقى عن اذنك. نهلة ودعاء اخدوا بعض وطلعوا على شقتهم، انما رؤية كانت واقفة متحمرشة وزهقانة جدا وعمالة تكلم نفسها وتقول: مالهم العيال دول، شكلهم كده ما نفعش معاهم الطيب، وعشان كده لازم اقلب عليهم الوش التاني، ومش وش تاني وبس، لا ده لازم اقلب عليهم الحاجة حسنات. رؤية بدأت تلم الستاير وتغسل فيها وتكنس في الشقة وبهدلت هدومها. الحاجة حسنات صحيت واتسندت وطلعت الصالة، لقت رؤية هي اللي عمالة تشتغل. بصت لها وقالت: واه يا بنتي، مالك متبهدلة كده وهدومك كيف ما تكوني طالعة من قبر؟ هما فين العرايس الجداد؟ ما بيساعدوكيش ليه عاد؟ اسكتي يا حماتي، هو والله يا حماتي ما عايزة اعمل مشاكل، البنت دول متدلعين وقاليه كل واحدة فيهم عايزة تتفرج على التلفزيون. قالوا لي شغل البيت ده مش شغلتنا احنا، ولا مساعدينك ولا حاطين يدنا في حاجة من صباحية ربنا يا حماتي، من ساعة ما دخلت تنامي وتريحي جدتك واني نزلت المطبخ كلاته فوقه على تحتيه وعملت كل حاجة فيه وطبخت واديني نزلت الستاير وقاعدة بغسلهم. هعمل ايه يا حماتي؟ ماني طول عمري بقالي 20 سنة شايلة الهم لحالي، ايش معنى دلوقتي يعني اللي ارتاح؟ لا يا بنتي، غلطانين والغلط راكبهم من ساسهم لراسهم. اطلعي ناديهم يلا، قولي لهم كلموا امكم حسنات، لازم أنا اخليهم يعتذروا منيكي ويساعدوكي كمان، ده ربنا اسمه العدل والشغل لازما يتقسم عليكم، الخير خير الكل والدار دار الكل، وكل واحدة فيكم لها راجل ولازما تخدموا. يلا يا بنتي سيب اللي في يدك واطلعي ناديلي البنت دول. خلاص يا حماتي بالله عليكي، أنا ما عايزاش مشاكل ولا عايزة الرجالة يقعوا في بعض، ما انت عارفة محمود جوزي الكبير وعصبي قديه، خايفاه لا يزعل واحد من اخواته ولا حتى يغلط في واحدة من العرايس الجداد ويبقى فيها سين وجيم. بقول لك ايه يا حماتي، أنا زي ماني متعودة إن أطبخ وأغسل وأنظف لحالي أنا هعتبرهم مش موجودين. ما انت عارفة يا حاجة حسنات بنات الجامعة متدلعين ازاي. لا يا رجاية يا بنتي، إن كانوا متدلعين في بيوت أهاليهم فأنا هنا ما عنديش الدلع، أنا هنا عندي كلاتكم واحد، وزي ما كلاتكم بتاكلوا في طبق واحد والخير بيتقسم عليكم، يبقى لازما كمان الحريم تشيل شغل البيت، كل واحدة جت التانية. يلا يا بنتي اطلعي ناديهم وأنا مستنياهم، كمان الرجالة زماناتهم جايين عشان يسمعوا الحديث. وبالفعل رؤية طلعت تنادي نهلة ودعاء اللي كانوا مستغربين جدا إنها عايزاهم يكلموا حماتهم، وهم نازلين لقوا الرجالة رجعوا، محمود الأخ الكبير ومحمد وإبراهيم الأخين الصغيرين التوأم. الحاجة حسنات بصت للكل وقالت: كويس إن الرجالة موجودين علشان يشهدوا على تصرفات الستات. بقول لكم إيه، أني ما يرضنيش واصل إن العرايس الجداد ما يسمعوش كلام رجية سلفتهم الكبيرة واللي هم يعني قد عيالها، وبعدين يسيبوها تشتغل في الدار لوحديها من الصبح وهملوها وكل واحدة فيهم تطلع شقتها. لا طبعا يما، ايه الكلام ده؟ ازاي يعني يا بنات تعملوا كده؟ ايه يا نهلة
انت اتجنيتي ولا ايه؟ ازاي ما تساعديش سلفتك الكبيرة؟ طب شحال ماني جايلك ان رقية دي هي اللي مربيانا، هي ومحمود اخويا الكبير، ولازم تحترموها وتسمعوا كلامها كمان. هو والله العظيم يا محمد احنا عملنا كل حاجة انا ونهلة وطبخنا ونظفنا المطبخ، عملنا كل حاجة فيه. انا مش فاهمة اصلا قبل رؤية بتتكلم كده ليه. لا والله العظيم في حاجة غلط، هي اكيد نسيت او حتى بتتبلى علينا. اخصى عليكي بقى بتكدبي سلفتك الكبيرة. لا يا مرات ولدي، انا ما عنديش الكلام ده. رجاية طول عمرها بنتي ودراع اليمين، والعيبة والغلط ما يطلعوش من خشمها واصل. بقول لكم ايه، كل واحدة فيكم اتجرب يلا وبيدها وتساعدها في شغل الدار، ومن هنا ورايح اني اللي هقسم عليكم شغل الدار كله. والله العظيم يا حماتي احنا اللي عملنا، واحنا اللي طبخنا، واحنا اللي نظفنا المطبخ. هو كل الحكاية بس ان احنا قلنا لها ان احنا تعبنا وبلاش تنزيل الستاير. هي بقى قامت فكتهم ونزلتهم، هي حرة. انما وحياة ربنا قبل رؤية ما حطت ايدها في المطبخ ولا في الطبيخ كمان، واحنا مستعدين نجيب المصحف ونحلف عليه. واه انت كمان بتكدبينا كمان وعايزة تشيلينا ذنب المصحف. بقول لك ايه يا بنت البندر، انا ما عنديش الكلام ده. انا عدي اللي معاشراني بقى لها 20 سنة وعمرها ما غلطت ولا الكذب جه على لسانها. بقول لكم ايه، الموضوع ده انتهى خلاص. اللي حابب يقعد معانا في الدار ويشيل بالنص هو ورقية يا مرحب بيه ويقعد، واللي حابة منيكم تطلع في شقتها وتقعد فيها اني ما زعلناش. كل واحدة حرة في حالها. فاهمين يا بنات البندر ولا مش فاهمين؟ وهنا إبراهيم ابنها الصغير اتكلم وقال: لا يما، أنا مرتي لازم تفضل معاكي وتحت رجليكي وتتعلم من رقية كمان. دي رقية دي أختنا الكبيرة وإحنا بنحبها ونحترمها. كيفك تمام يما؟ ومحمد كمان رد وقال: وأنا كمان يما كيف أخويا إبراهيم، مرتي هتفضل قاعدة معاكي وتحت رجليكي وتتعلم منيكي وتتعلم من الست رقية. هو برضو الست رقية في زيها. يلا يا بنات ادخلوا اغرفوا الوكل وتعالوا ناكل عيش وملح مع بعض، ومن هنا ورايح ما عايزينش حد يشتكي منيكم. يلا بسم الله كده وحطوا لقمة عشان تبقى عيش وملح. البنات كانوا متضايقين جدا، ورؤية كانت بتبص لهم من تحت لتحت نظرات شماتة، قال يعني انتصرت عليهم. دخلوا المطبخ يغسلوا المواعين وبدأوا يتوشوشوا مع بعض ويقولوا: بنت يا دعاء، البنت دي طلعت مش سهلة قوي، دي عايزة تعملنا خدامين. لا يا حبيبتي وانت الصادقة، دي عايزة تلغي دور الحاجة حسنات وتقوم هي بدور حماتنا. البنت دي على فكرة تخطيطها كبير قوي، والمصيبة ان رجالتنا كمان بيخافوا منها وبيخافوا على زعل امهم. انما انا بقى لازم ولا بد ارد لها القلم ده 10. اقسم بالله بكرة ولا بعده بالكتير لكون معلمة عليها. ايه رأيك بقى؟ بقول لك ايه يا سلفتي يا حلوة، احنا مش عايزين مشاكل، دول صعايدة يا حبيبتي، يعني يجرجشونا وتبقى خيارة وجطمها جحش. لا يا بنتي ما تخافيش، الحاجة حسنات حقانية قوي، بس احنا لازم نثبت ان الولية دي كدابة. الولية اللي اسمها رؤية دي عايزة تسيطر وخلاص. بقول لك ايه، اسكتي انت بس وليمي الموضوع النهارده وبكره يحلها ربنا. وبعد ما غسلوا المواعين دخلت عليهم رؤية وهي حاطه ايدها في وسطها وبتبص لهم نظرات شماتة وبتقول: ها هي حلوة انت وهي، اتعلمتم من جرسة الودن دي ولا لساكم عايزين تتنططوا عليا وتقولوا راسنا براسك؟ اياكم تكونوا فاكرين ان حبة عيال زيكم هيأثروا عليا ولا يتنططوا على دماغي زي الجرود. بقول لكم ايه، انا هنا ست الدار، كيف الحاجة حسنات واكتر كمان، واللي هتمشي معايا وتحت طوعي بما يرضي الله هحبها واديها عينيا. انما اللي هتتنطط عليا وتشوف روحها قسما عظما لكروشها كرشة الكلاب برا وبالخلجات اللي عليها كمان. الاتنين باصوا لبعض وما حبوش يتكلموا ولا يردوا عليها، لكن خلاص هم عرفوا كده ان اللعب بقى على المكشوف وان رؤية قادرة وشمتت فيهم وعلمت عليهم. عدى اليوم
وتاني يوم نزلوا الصبح بدري علشان يشوفوا شغل البيت، وطبعا قرروا هم هيطبخوا ايه. وبعد تنظيف البيت وغسيل السجاد وهدة الحيل اللي رؤية أمرت بيها، قرروا إنهم هيعملوا مكرونة وفراخ. ودعاء بتخطط وبتقول: بنت يا نهلة، املي لي الحلة الكبيرة دي مية على آخرها عشان نسلق فيها المكرونة ونسلق فيها حد كمان. قصدك ايه يا بت؟ اوعي يا هبلة انتي يكون اللي في دماغي صحيح. حاكم انا عارفاك يا بت من ايام المدرسة، دماغك سم وبتاعت مقالب. اقسم بالله لاسلخها زي الفرخة اللي بتتنضف. املي لي بس الحلة وملكيش دعوة. وبالفعل مالوا البنات حلة مية كبيرة وحطوها على البوتاجاز. وبعد شوية دعاء نادت على رؤية وقالت: هي أبلة رؤية، تعالي يا أبلة رؤية الحقينا، ايه البت نهلة المتخلفة دي عايزة تسقط المكرونة في مية السليق قبل ما المية تغلي. تعالي كده لو سمحتي شوف المية كده سخنت كويس ولا لسه. ايه يا بت انت وهي الخيابة دي، بقوم لسه لحد دلوقت ما تعرفوش تسلقوا شوية مكرونة؟ جاتكوا خيبة. امال لما يبقى عندنا عزومة رجالة البلد كلاتها هتعملوا ايه عاد؟ وسع انت وهي من وشي، هاني اللي هشوف المية إذ كانت غليت ولا لا. قربت رؤية علشان تشوف المية غليت ولا لا وتسقط فيها المكرونة. وفجأة البنتين مسكوها وقربوها من البوتاجاز وشدوا الحلة ووقعت عليها. هو يا مرك يا رجاية يا مرك، تركتوني يا ولاد المركوب منك ليها، الحقوني يا ناس، الحقني يا محمود، الحقوني يا ناس، حد يجيب لي الأسعاف. فضلت تجري وتتنطط بره في الصالة. هو طبعا محدش سامعها، جوزها مش هنا وجوازاتهم كمان في الشغل، خرجوا وراها هما الاتنين وعمالين يضحكوا عليها. وقربت منها دعاء وقالت: المرة دي يا حلوة هنحطلك شوية مرهم وتبقى بس دي قرصة ود، انما صدقيني المرة الجاية اقسم بالله دماغك الحلوة اللي عاملة زي دماغ البقرة دي احطها لك في قلاية الزيت. انت فاهمة ولا لأ؟ بقى كده يا مصروية انت وهي، اقسم بربي ما انتوا بايتين فيها تاني. وشوفوا بقى انا هعمل لكم ايه. رؤية فضلت تصرخ وتتنطط وصحيت على صرخها الحاجة حسنات اللي اول ما طلعت ونهلة ودعاء شافوها جريوا على رؤية وفضلوا يقولوا: ألف سلام عليكي يا أبلة رؤية، ما احنا قلنا لك الحلة تقيلة عليكي، ليه بس تشيليها لوحدك؟ اجري يا دعاء اجري هاتي أي مرهم للحروق بإذن الله بسيطة، احنا قلنا لك الحلة تقيلة وعودي ارتاحي انت اللي أصريتي ان انت تشيلي الحلة وتنزليها في الأرض. فيه ايه يا بنات ورجاية بتصرخ كده ليه؟ يا ساتر يا رب، دي فزعتني وجومتني من عز النوم. أبدا يا حماتي مفيش حاجة، بسيطة بإذن الله. كل الحكاية إن أبلة رؤية أصرت إنها تنزل حلة المية المغلية للمكرونة من البوتاجاز على الأرض، مع إننا ودعاء قلنا لها الحلة تقيلة وإحنا هنشيلها قصاد بعض. قالت لأ، انتوا أصلكوا عيال نايتي وما تعرفوش تشيلوا الحلة. هوبا يا حماتي وعينك ما تشوف إلا النور، الحلة وقعت وسوري يعني شكلها كده حرقت حتة حساسة. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، استرنا يا رب من الفضيحة. بقول لكم ايه، اتصلوا على حكيمة المركز تيجي تدهن لها مراهم ولا تشوف هتسوي فيها ايه. انا ما عاوزاش حاجة من حد، انا هطلع شقتي ادهن لروحي واغير هدومي. هو انت يا بنت المركوب انت وهي خلصوا الوكل، الرجالة زماناتهم جايين، هو انا وانتم والزمن طويل. وطلعت رؤية على شقتها والبنات فطسانين من الضحك عليها وحسوا انهم اخيرا خدوا حقهم منها. وطلعت رؤية شقتها وفجأة بيدخل عليها محمود جوزها وهو بيقول: بقول لك ايه يا رجية، انا فكرت في كلامك وبصراحة ربنا انا شايف ان حرام عليا اني افضل اشقى واتعب طول السنين دي والاخر الخير كله يتقسم علينا احنا الثلاثة بالتساوي. بصراحة ربنا كده اخواتي بيتدلعوا، كل واحد فيهم عايز ياخد مرته ويروح شرم الشيخ جاليه هيقضوا شهر العسل. هو مش قلت لك البنات دول متدلعين وجايين طمعانين في اخواتك وعارفين ياخدوا منيهم اللي هم عايزينه كيف. بقول لك ايه يا محمود، النهارده الدكتور هيجي لامك وهيكتب لها
إنها لازم أنا تروح المستشفى عشان ميعاد التحاليل بتاعها الشهري. بقول لك إيه، تجيب الورق اللي أنا قلت لك عليه قبل كده وتتنقل كل حاجة باسمك أنت، الأرض اللي باسم أمك ومصنع الألبان والمزرعة والفلوس اللي في البنك، كل اللي باسم أمك تتنازل عليه رسمي باسمك أنت يا جوزي يا حبيبي. ده أنت عندك صغار لساهم يعني عيني ما فتحوش على الدنيا، بقى يعني بعد عمر طويل ليك عيالي ما يلاقوش إلا الفتافيت من عمامهم إبراهيم ومحمد. بقول لك إيه يا محمود، هات الورق وأول ما الحكيم يمشي هنقول لأمك إنها لازم تختم على كل الورق ده عشان تدخل المستشفى بكرة، ويفضل الورق معاك وتسجله في الشهر العقاري، ومن بعدها نعمل اللي احنا عايزينه. ولعلمك بقى بعد ما البيت والأرض وكل حاجة تتكتب باسمك أنا لازم أقول لهم كلهم، ولازم أنا أبقى الست الحاكمة الناهية في البيت، واللي مش عاجبه يخرج ويشتغل بدراعه ويعمل من أول وجديد. وبعدين انت بقى بعد ما يبقى كل حاجة باسمك تديهم المقسوم، تديهم اللي ربنا يحكم بيه، مش ياخدوا كل حاجة زيك بالظبط وانت اللي شقيان وطافح الكوتة. عندك حق يا رقية، كل اللي بتقوليه عندك حق فيه. بإذن الله الورق هيتختم النهاردة بختم أمي، ويومين 3 كده أسجله في الشهر العقاري. وبالفعل جه الدكتور وقال لهم إن الحاجة حسنات لازم تدخل المستشفى علشان لازم ليها شوية تحاليل وشوية إشاعات. وبعد ما الدكتور مشي محمود ورقية جابوا الورق وخلوها تختم عليه، والست طبعا لا بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب، ختمت الورق كله وظنا منها إن الورق ده مهم علشان تدخل المستشفى. وأخدت رقية الورق وهي فرحانة جدا، ومن اليوم ده بدأت معاملتها تتغير مع الكل، حتى مع الحاجة حسنات ذات نفسها بدأت تشخط وتنطر، والكل كان مستغرب هي بتعمل كده ليه. محمود كان مستغربها فعلا وكان حاسس انها مقفورة قوي، حتى لما كان بيقول لها ما تبينيش دلوقتي حاجة، لا رؤية عايزة الكل يعرف انها خدت كل حاجة منهم وبقت باسم جوزها. وفي يوم البنات كانوا عمالين يتكلموا ويضحكوا مع بعض، رؤية من غيرتها منهم قالت بقول لك ايه يا بنت انت وهي، من هنا ورايح اول منزل تجربوا عليا وتحبوا على يدي انتوا التنين. وانت يا بنت يا دعاء قومي اقلعي الجلابيه اللي انت لابساها دي، والاحمر والابيض والزواج ما انتش عايزاها في الدار هنا، انتوا هنا مجرد خدامين بلقمتكم ان كان انتم ولا رجالتكم، فاهمين ولا لا؟ هي انت بتقولي ايه يا ابله رؤية؟ انت كمان مش عايزاني البس ولا اتزوق؟ انا لسه عروسه وصغيره واعمل اللي انا عايزاه. لا يا حلوه، تعمل اللي انت عايزاها في بيت ابوكي، انما الدار دي من اول طوبه للسطح تبقى داري اني، داراني ودار جوزي، وكل حاجه ملكي اني وجوزي، وانتوا هنا خدامين مش اكتر. في كلام رؤية كان داخل محمود وابراهيم ومحمد اخوهم كمان، وسمعوا رؤية. محمود ما كانش عايز رؤية تتكلم بالطريقة دي، لكن كانت بتتكلم غصب عنه، كانت مسيطرة قوي ومحدش قادر عليها. محمد بيبص لها وبيقول فيه ايه يا رجية، بتكلم البنات كده ليه؟ ويعني ايه هم خدامين عنديكي وكلاتنا قاعدين بلقمتنا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يما، ايه يا حاجة حسنات، انت هتفضلي ساكتة على تحكمات رجية كده ولا ايه؟ لعلمكم اني مرتي بتقول لي ان رجية بتعاملها معاملة وحشة، هو انا اللي ساكت وبقول معلش هي برضو خيتنا الكبيرة. ايه يا بنتي، ايه يا رجية يا بنتي الكلام ده صحيح، ده انا طلعت من الأوضة على شتيمتك فيهم، هو ازاي يعني تقولي لهم انتوا خدامين وتعالوا حبوا على يدي؟ ايه يا بنتي الذل اللي انت فيه ده؟ بقول لك ايه يا وليه، انت خلاص رجلي بره ورجلي جوه، موتي بقى وريحينا، كفاياكي كفاياكي وكفاياني خدمة فيكي 20 سنة، والاخر كمان عايزة تحطي راسي براس بنتة امبارح اللي لسه يدوبك جايين الدار ما بقولهمش كام شهر. لا يا حسنات، اني ست الدار، والدار دي داري ودار عيالي، انت فاهمة ولا لا؟ واه واه واه، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنت؟ قطع لسانك. تعالى يا محمود شوف مرتك بتقول ايه، هو الله واضح انها اتجننت. هلا يا حماتي ما اتجنيتش، بس احنا خلاص خدنا حقنا، حق محمود الغلبان
اللي طلع من المدرسة عشان يشتغل في الأرض ويرعى البهايم، اللي عمل مصنع ألبان واشترى بدل الفدان 100 فدان، والآخر عايزاه يقسمهم على اخواته اللي اتعلموا ودخلوا الجامعة. قطع لسانك، انت يا بنت بتقولي كده ليه؟ انا عارفة حق ربنا وناوية بإذن الله أميز محمود عن اخواته، وقعدت قبل كده مع الولاد وكلمتهم في الموضوع ده وهم وافقوا. اتكلم يا إبراهيم، اتكلم يا محمد، فهموا أخوكوا. أنا وانتوا قعدنا واتكلمنا في إيه عاد؟ أيوة يا محمود يا أخويا، أمك قعدت معانا وقالت إن أنت اللي شقيت وتعبت واتحرمت من التعليم عشان خاطرنا، عشان كده أمك استسمحتنا إن نص الميراث كلاته يبقى حلال عليك، والنص الباقي حلال عليا أنا ومحمد، وإحنا موافقين ومسامحين يا أخوي. إنما اللي بتقوله مرتك ده لا يمكن يحصل أبدا. أنت ختمت أمك يا محمود على كل الأملاك ولا؟ بصراحة كده ايوه، ما هاني برضك مش هستنى يعني لما امك تموت هو انتم تاخدوا شجاية وتعبي. اخصى عليك يا ولد بطني، اخصى عليك يا محمود، سمعت كلام رقية وسرقتني، سرقت امك؟ لا يا ولدي، احنا كنا ناويين نميزك بحلال ربنا وبنفس راضية، انما انت دلوك ما صبرتش يا ولدي، ما صبرتش على رزقك وخدت اللي انت عايزه بس بالغصب، والغصبانية دي يا ولدي حرام، وكده عيالك ياكلوا ويتربوا ويتعلموا من مال حرام. بقول لك ايه يما، انا عملت اللي انا عايزه وخلاص، وبعدين انا هقعد مع روحي واطلع لاخواتي اي حاجة من الميراث، انما الميراث ده بتاعي انا وعيالي. ايوه كده يا محمود، اياك يأثروا عليك. بقول لك ايه يا محمود، الورث ده كله لازم ينتقل باسمي اني، اصل انت ضعيف الشخصية وممكن يأثروا عليك. قطع لسانك، ولدي عمره ما كان ضعيف الشخصية، ولدي طول عمره طيب وحنون، وهو اللي مربي اخواته بعد ما ابوهم مات. ولدي ما بقاش ضعيف الشخصية غير من يوم ما انت يا عقربة دخلتي حياتنا، هو انت بتلفي عليا وعليه، والاخر اتاريكي بتخططي عشان تاخدي كل حاجة وتستحليها لروحك. عايزة تربي عيالك بالحرام يا رجية، اطلعي برا داري، وان كان ولدي عايزك ياخدلك دار تانية. لا يا حسنات، انت اللي هتطلعي، عشان الدار دي بقت دار جوزي وغصبا عني هينقل كل حاجة باسمي اني غلطانة، اني غلطانة ان من الاول ما كتبتش كل حاجة باسمي وفكيت المشكل ده. الخناقة دارت ما بين رؤية وما بين الحاجة حسنات ومحمد وابراهيم، والكل كان بيزعق. محمود اخوهم حط ايده على قلبه ووقع ساكت، شالوه وودوه المستشفى، وعرف انه عنده القلب ومن زمان قوي، والاجهاد والزعل والتفكير خطر عليه. محمود في المستشفى بص لاخواته وقال: أنا آسف ليكم وحقكم عليا، أنا هعمل تنازل عن كل حاجة ليكم، هو انتوا ادوا عيالي اللي فيض منيكم. أنا فعلا حاسس إني غلطت، أنا ممكن أقابل ربنا في أي لحظة، أنا ممكن أموت دلوقتي أقابل ربنا أقول له إيه؟ هقول له إني كنت بساعد أمي وأبوي في تربية إخواتي، والآخر اغتصبت حقهم. حقكم عليا، حقكم عليا يا إخواتي. احنا مسامحينك يا اخوي، بس اهم حاجة دلوقتي الورق اللي امك ختمت عليه لازم ان احنا ناخده ونقطعه قبل ما مرتك تاخده المحامي وتسجله في الشهر العقاري. وانت يعني يا اخوي بعد الشر عليك ممكن تقابل وجه كريم ويكون الميراث كله راح لرقية وعيالها. صدقني يا اخوي، رقية دي عقربة وبتخطط وبتكتك من زمان واحنا ما عندناش خبر. بقول لكم ايه، الورق كلاته مع رقية في دولابها، حاولوا تاخدوه. انا مش عايز حاجة من الدنيا غير حلال ربنا، عايز عيالي يعيشوا نضاف، يعيشوا بالحلال، واني اقابل ربنا واقابل ابوي واقول له انني حافظت على الامانة وربيت اخواتي وعلمتهم وخليتهم رجالة واديتهم حقوقهم كمان. بقول لك ايه يا محمود يا اخوي، احنا هنعمل كيف مامك قالت، نص الميراث باسمك انت بعون الله ومن النهارده كمان، لكن خلي بالك من مرتك، انك تطلقها ولا تخليها على ذمتك دي ما يخصناش ولا نقدر نتكلم فيه، لكن اللي نقدر نقوله لك خلي بالك منيها لانها مش سهله واصل. وبالفعل نهلة ودعاء طلعوا الرؤية وكتفوها
وادوها حتة علقة ما خدهاش حرامي في سوق التلات. وبعد كده فتشوا البيت كله وخدوا كل الأوراق اللي ختمت عليهم الحاجة حسنات وقطعوها وطردوا رؤية بره. ده حتى ابنها الكبير زعل جدا منها وقال لها ان اللي هي عملته هي وابوه اسمه سرقة، ما اسموش حلال ربنا ابدا. وبعد كام يوم خرج محمود من المستشفى ولقى ان امه عملت اللي قالت عليه وكتبت نص الميراث باسمه واخواته راضيين ومبسوطين. اما رؤية ملهاش دخلة البيت تاني، وده بأمر الحاج حسنات. رؤية فضلت تتحايل على جوزها كتير قوي علشان يصالحها ويرجعها البيت، لكنه قرر انه ياخد لها بيت تاني وملهاش اي دعوة بيه ولا بشغله ولا بعلاقته مع اخواته. مش قلتلكم يا جماعة في اي مصيبة ولا مشكلة فتش عن المرأة؟ بيت الحاج حسنات كان بيت هادي جدا بيسود العدل والحب والود بين الاخوات، لانهم ببساطة خلصوا من العقربة الكبيرة. وهي دي حكاية النهاردة. شكر خاص للمبدعة هدير محمد، ويا رب تكون الحكاية عجبتكم. دمتم في حفظ الله.